أغلى رأس مال في الدنيا هو العمر الذي ستلقى الله به، فاوعى تضيع عمرك. يعني كما يقول بعض العلماء، أظن الحسن البصري أو فضيل بن عياض، يقول: ما كان لا يصحبك إنه إضاعة الوقت وهدر الوقت، بل وكما يقولون وقتل الوقت. الوقت الذي هو الحياة، ومع ذلك لا أعلم شيئا يهدر ويضيع في هذه الأزمنة كالوقت. كم من الساعات تمضى كل ليلة وكل نهار مع المواقع المحرمة مع مواقع الشهوات أو مع مواقع الشبهات أو مع اللعب أو مع اللهو. كم من الساعات تهدر وتضيع حتى تخلفت الأمة وصارت الأمة وراء الركب ببعيد، لأن كثيرا من أبنائها لم يعد الآن يدرك شرف زمانه وقدر وقته. فالوقت هو الحياة. وليلفت ربنا جل وعلا أنظارنا إلى قيمة هذه النعمة العظيمة أقسم بالوقت، ولا يقسم العظيم إلا بعظيم. قال سبحانه: والفجر وليال عشر. قال سبحانه: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. قال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكان صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره من حديث ابن عباس: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فمن وظف الصحة، تلك النعمة العظيمة التي لا يعرف قدرها إلا المرضى الذين هم ينامون الآن على الأسرة البيضاء، فلا يعرف نعمة الصحة إلا أصحاب المرض. من وظف الصحة في خير للدين أو للدنيا فهو المغبوط. أما من وظف الصحة والعافية للشر ولله وللمعاصي فهو المغبون، فهو الخسران. ولذلك لابد أن نعلم أن من أخطر خصائص الوقت أنه يمضي ولا يعود. ولذلك كان الحسن البصري يقول رحمه الله: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي بلسان الحال: يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. إذا مر بي يوم ولم أقتبس هدى ولم أستفد علما فما ذاك من عمري.
وكان لقمان الحكيم المربي يقول لولده: أي بني، إنك من يوم أن نزلت إلى الدنيا استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة، فأنت إلى دار تقبل عليها أقرب من دار تبتعد عنها. وصية جميلة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزول قدم عبد، حديث الصحيح الذي رواه أحمد والترمذي وغيرهما، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، فيما قضيت وقتك. نعم ستسأل فيما قضيت وقتك. أيليق أن تقضي هذه الساعات الطويلة أمام هذه الألعاب التي تستهلك الآن أولادنا وشبابنا، بل وإخواننا وأخواتنا؟ لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: